كيف لو حياتك كلها معلقة بس لأنه حدا تاني تكبر؟ بالأسطورة كانت أندروميدا أميرة جميلة بس إنها تباهت بجمالها قدام الآلهة، وقالت إنه بنتها أجمل من حوريات البحر. طبعا هون بلش العقاب، البحر هاج والخراب قرب. الحل كان إنه يضحوا بأندروميدا، ربطوها على صخرة وتركوها لوحش البحر تموت، بس لحتى يهدى هذا الغضب. تخيل تدفع تمن غلطة أنت ما عملتها وتتحمل مصير ما اخترته. بس القصة مش بس عن أسطورة قديمة، هي عن كل مرة انحطينا فيها بمواقف ما كانت إلنا، عن كل مرة دفعنا تمن قرارات غيرنا، عن كل مرة حسينا إنه حياتنا مربوطة بانتظار إشي ينقذنا. أندروميدا كانت مربوطة بالسلاسل، بس إحنا يمكن نكون مربوطين بأفكار، بخوف، أو حتى بتوقعات الناس، وبنستنى حدا يجي وينقذنا. بس الحقيقة إنه مش دايماً بيكون في منقذ. يمكن المعنى الأعمق لها الأسطورة إنه التحرر ما بيجي من برا، بيجي من اللحظة اللي منقرر فيها إنه ما نقبل نكون ضحية قصة كتبها غيرنا.